رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري ووفري مع كوكي. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض دي البيتزا. طلبت مني كتير قوي وان شاء الله هعمل لكم سلسله حلقات للبيتزا. بيتزا كبيره ومنيهات صغيره لاعياد الميلاد والحفلات والحاجات اللي زي كده. بس النهارده باذن الله هنعملها مع بعض بيتزا كبيره بالتونه، ان شاء الله هتعجبكم. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، ومعايا خميره بيره. لو متوفرة عندك تمام، مش متوفرة عندك يستبدليها بالفورية، بس انا من النوع اللي بحب اعمل معجنات بالخميرة البيرة. وانتي هتجربي وهتشوفي الفرق بين الخميرة البيرة والخميرة اللي هي الفورية في العجين يعني. هدوبها بس بشوية مية. تمام كده. احط عليها رشة شوية سكر، معلقة كبيرة. تمام كده. واحط كمان مع الدقيق رشة ملح صغيرة. تمام كده. وهقلب بس الخميرة لغاية ما تدوب خالص. بصوا كده كده دابت خالص. هحط بقى هنا، اقلب هنا الدقيق بقى كويس مع رشة الملح. واحط معلقتين كبار من الزيت عليهم، وشوية من الخل هيخلي العجينة تنفش كويس معايا. احط هنا معلقتين كده كبار من الزيت، وشوية خل صغيرين خالص عشان يخلوا لي العجينة تنفش. تمام كده. هقلبها بس كده كويس. تمام كده. هبتدي بقى انزل عليها بالخميره ومعلقه السكر. هقلبها بقى كويس. دي بقى في الحاله دي اضطر اعجن بايدي. انا من النوع مش بعرف البس جوانتيات، معلش، وانا بعجن بالزيت مش تعرفي تتحكمي في العجينه. انا لسه معايا بقيه كوبايه اللي هي الميه الدافيه، هزود بها العجين شويه شويه بس، ولو احتجت هحط تاني. هعجنها كويس قوي لغايه ما تلم معايا. لو عندك لبن بودره برضو حط لها معلقتين لبن، هتدي برضو طعم معاكي حلو. ايه ده؟ عجينه. طبعا نضيف المستديم معاكم طبعا، استاذ توماس لازم اي فيديو يرشق لي فيه. عايز عجينه؟ خدي عجينه انت، يلا العبي بيها. معلش بقى لو اعمل لكم ازعاج في الفيديو. بصوا كده بنات، العجينه لمت معايا كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. مش محتاجه ان انا افردها تاني، كده كويسه قوي معايا. تمام زي ما انتم شايفين كده. هسيبها تخمر بقى مش اقل من ساعه عشان ترتاح كده، ولما اجي افردها تبقى حلوه كويسه قوي معايا في الفرد. تمام كده. اغطي عليها بقى بورق، لو عندك كيس بلاستيك ستريتش، اي حاجه موجوده عندك في البيت. تمام.
هغطي عليها بقى، احط عليها فوطه نظيفه واسيبها بقى تستريح مش اقل من ساعه في مكان دافي. وهرجع معاكم بقى اعمل معاكم صلصه البيتزا والحشوه اللي احنا هنحطها على البيتزا. كده يا بنات انا حطيت العجينه تستريح. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض صلصه البيتزا. هحط معلقتين كبار من الزيت. تمام، هسيبهم بس يسخنوا وهنزل عليهم بعصير طماطم فريش. تسخن بس شويه وبعد كده هنزل عليهم. انا هنا مش بحمر لها التومه، لا انا بحط التومه نيه مع الطماطم. ايه ده ايه ده ايه ده يا ماما ايه ده؟ ده يا ماما. نار. نار يا ماما. نار دي. ايوه نار دي. نور. بس وكده بقى هنزل عليها بكوبايه طماطم كبيره. تمام، ومعايا معلقتين كبار من الثوم المهروس ومعلقه كبيره من الزعتر. انا بنحب الزعتر كتير في البيتزا. تمام، نقلبه بقى تقريبا مع بعض. تمام كده، وبعد كده هملحها بملح وكمون وشويه من الكزبره. تمام، مع برضو شويه كزبره وشويه من الملح. شويه من الملح وهسيبهم بقى لغايه يتسبكوا خالص. مش عايزه اقول لكم ريحتها بقى جامده جامده جامده. سيبها بس تغلي شويه وبعد كده هخنق عليها. بتمنى منكم يا بنات تروحوا تشتركوا في قناه دنيتي. قناه جميله خالص وصاحبتها بنت كويسه خالص والمحتوى بتاع القناه كويس جدا. بتمنى منكم اللي انتوا تروحوا تشتركوا عندها وتقولوا لها اللي احنا جايين من عند كريستينا. رجاء يعني، القناه هتعجبكم جدا جدا يعني. بس ما تنسبوش تكتبوا لها في الكومنتات اللي انتوا جايين من عند كريستينا قناه دبري وفري مع اخوكي. سلموا لي عليها بقى كتير. بصوا كده الصلصه ابتدت تغلي معايا. هسيبها بقى تغلي خالص وهوريكم في الاخر يبقى شكلها عامل ازاي. بصوا كده بنات الصلصه بتاعت البيتزا خلاص استوت، اتسبكت حلوه قوي كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هطفي عليها النار واسيبها عقبال ما العجينه بقى تخمر. وعقبال ما العجينه تخمر هعمل معاها برضو اقطع معاها الزيتون. انا بصراحه مش عندي زيتون مخلي، انا عندي الزيتون اللي انا كنت عاملاه في حلقه معاكم قبل كده، فده هقطع منه عادي يعني. والخضار اللي احط عليه عندي برضو فلفل الوان كنت مفرزاه.
زي ما انتم شايفين بالقطع كده صغيره مربعات، كنت هعمل بيها شيش طاووق. فطلعت عادي منها برضو، هحط منها الفلفل الاخضر واحمر واصفر، وهحط معاها بصلتين، يعني قولي بصلايه كبيره، مش هحط اكتر من كده. وهنا علبتين التونه اللي انا كنت هحطها عليهم يعني. فهعملها بقى، اخرط انا حتت صغيره الفلفل، اكمل بقيه الزيتون، وهقطع كمان البصل، وهوريكم بقى في الاخر هنعمل ايه عشان ما الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. استنوا. بصوا يا حبايبي، كده رجعت لكم تاني بعد ما العجينه خلاص خمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هشيل بقى من عليها الاسترتش وهلمها تاني. تمام. ما خدتش معايا ساعه على فكره، يعني اقل كمان من ساعه الا ربع. هقطعها بقى على نصين. تمام كده. وهبتدي ان انا افردها. الكاونتر على فكره نضيف، مش هحطها على الكاونتر زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا افردها بقى بالنشابه. بصوا بتتفرد معايا بسهوله خالص. اوكي ماما انا اخش لا اودي اوش لا افردها قوي كده. يا ماما ايتي ايه يا ماما؟ حاضر يا ماما. ايتي يا ماما انا هكوّا انا هكوّا صاحبي يا ماما اهي. طبعا اسفه على الاصوات دي يا بنات. بس اعمل ايه بقى، بينط لي في اي فيديو يا دوبك تشوف الكاميرا تشتغل ينط لي في الفيديو. ماما عندي فاضي عايزه عجينه؟ حاضر. انا عايزة خدي. يا ماما لا بصوا كده بنات، انا كده فردتها. تقريبا هي مش مدوره، بس هي يعني برضه. ماما بصوا بقى، باجي من على الاطراف من هنا وبحشيها جبنه. ماما ماما ايه يا ماما؟ عايزة من على الاطراف بتاعتها. لو انت حابه تعملي كده تمام، مش حابه براحتك يعني. ماما ماما ايه يا ماما؟ انا حاجة انت عايز تعمل؟ حاضر. اعملي بيتزايه صغيره تاكليها. اوتي ماما لحدي يا ماما اوتي يا ماما اوتي بصوا بقى، هاجي على الاطراف من هنا، هروح جايه قافليها. تمام. يا ماما عدي لحدي بصوا كده بنات، قفلتها كده خالص داير ما يدور. ونص كده، بصوا زي ما انتوا شايفين كده. تقفلي اهي، تعملي حافه بس من على الوش، وتبططيها كويس. هبتدي بقى اللي انا اخرمها بالشوكه عشان خاطر ما تعلاش معايا. تمام كده. هبتدي بقى اللي انا احطها في الصينيه بتاعتها. هحط لها بس رشه من الزيت، امسحها كويس. عشان ما تلزقش مني في الصينيه. تمام. دي بقى اخدها كده. زي ما انتوا شايفين كده نقلتها في الصينيه. هحط بقى عليها الصوص بتاع البيتزا.
اللي هو الطماطم مع الثوم والزعتر والملح والكمون والكزبره. طبعا أنا ده كله قبل ما اشتغل فيها كنت مولعه الفرن. تمام. احط برضو من على الوش كده. عشان برضو الحراف تستوي معاه. ولو حابه حكايه الجبنه اللي انت تحطيها في الاخر دي، بس انا بحب اكلها عشان اللي ياخد القطعه ياكلها لغايه الاخر، لغايه ما يوصل للجبنه في الاخر. فكره حلوه، جربيها هتعجبك. اي جبنه بقى عندك، اي جبنه متوفره عندك حطيها. ماشي. تمام كده. بصوا بقى، دي الخلطه اللي انا كنت عاملاها معاكم. هحطها برضو. وابتدي ان انا اوزعها على العجينه. طبعا الخلطه دي ممكن تتاكل لوحدها كده، يعني دي سلطه التونه 10/10. كده انا حطيت نص الكميه، ونص التاني هحطه على بقيه العجينه. ممكن برضه احط معاه فلفل. لو عندك طماطم برضو حابه تحطي، بس تشيلي البذر بتاعها عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. طبعا البيتزا مش بتحتاج ميه في التسويه يعني. فلو عندك طماطم شيلي منها البذر وحطيها. عندي برضو شويه جبنه الموتزاريلا، لو عندك حطي، مش عندك عادي يعني. بس هي طبعا ايه، طلعتها قبلها بفتره ففكت معايا جامد. كده بسكينه واقطعها بيها. يستحسن برضو انتي مش تطلعيها غير وانتي بتحطيها، بس انا استعجلت وطلعتها بدري ففكت معايا. بس مش مشكله يعني، هتسيح برضو. تمام. هي كده جاهزه اللي انا ادخلها الفرن. هدخلها الفرن بقى بالمنظر دوت، وهرجع لكم تاني هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. استنوني. بصوا كده يا بنات، البيتزا اهي بعد ما طلعت من الفرن بالمنظر ده كده، جميله خالص. ومن تحت برضو مستويه كويس قوي. هقسمها معاكم بقى دلوقتي عشان اوريكم. تمام. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده مستويه قوي قوي من جوه، والجبنه سايحه زي ما انتم شايفين كده. هحط عليها بقى الكاتشب. انا بصراحه اوقات بشتري الكاتشب من بره، واوقات بعمله في البيت. انا برضو بحتفظ بالبرطمانات زي ما انتم شايفين كده، عشان وقت ما تكون الطماطم رخيصه ان شاء الله ترخص، لان حاليا مش عارفه اجيبها لان الطماطم غاليه. يا دوبك بس بجيب على قد السلطه مثلا في الاسبوع. لما الطماطم ترخص ان شاء الله هعمل لكم كاتشب بطريقه حلوه. تمام كده.
يا رب الغدا بتاعي النهارده يكون عجبكم. وبتمنى تجربوها بالطريقه ديت وتقولي رايكم فيها ايه. ويا ريت اللي يشوف القناه لاول مره يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.